في تصعيد جديد يعكس استمرار محاولات التأثير على الشأن الداخلي المغربي، وجه زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي انتقادات حادة للمملكة المغربية، متهما إياها بالتواطؤ مع إسرائيل دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. وخلال خطاب بثته قناة المسيرة، وصف الحوثي المغرب بعبارات اتهامية على خلفية ما اعتبره تناميا في التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، إضافة إلى حديثه عن مشاركة مغربية في تدريبات جوية مع طيارين إسرائيليين دون الاستناد إلى مصادر مستقلة أو معطيات دقيقة. ويأتي هذا الخطاب في سياق ما يراه متابعون محاولة من المحور المدعوم من إيران عبر حلفائه مثل حزب الله وجماعة الحوثي للضغط على مواقف المغرب واستهداف استقراره، خاصة فيما يتعلق بقضاياه السيادية وعلى رأسها الوحدة الترابية. وكان المغرب قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران سنة 2018 عقب اتهامات بدعم جبهة البوليساريو عبر تدريب وتسليح عناصرها، وهي معطيات قدمتها الرباط حينها إلى شركائها الدوليين. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تندرج ضمن حملة إعلامية تستهدف الدول التي تتبنى مواقف مستقلة، من بينها المغرب الذي يؤكد باستمرار دعمه للقضية الفلسطينية مع الحفاظ على خياراته السيادية. في هذا الإطار، أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة تداعيات التوتر بين إيران وإسرائيل. وأكد الجانبان خلال هذا الاتصال على ضرورة التهدئة وتفادي التصعيد، مع التشديد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل للحفاظ على استقرار المنطقة. كما أظهرت المحادثات تقاربا في وجهات النظر بشأن الدفع نحو حلول سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التوتر. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا خطيرا عقب ضربات إسرائيلية داخل إيران ورد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية، ما أعاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع. وفي سياق موازن، دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضبط النفس، حيث أجرى الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي اتصالا مع وزير الخارجية الإيراني، شدد فيه على أهمية تغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة. في ظل هذا المشهد الإقليمي المعقد، يبرز التحرك المغربي كمؤشر على احتمال انخراط دبلوماسي أوسع، خاصة أن الرباط تحافظ على علاقات متقدمة مع عدد من الدول الخليجية وإسرائيل، رغم استمرار القطيعة الرسمية مع إيران منذ 2018.